الشنطة فيها كتاب دين، طول عمرها فيها كتاب دين. كلمة الشنطة فيها كتاب دين اللي بتطلع دايمًا كل ما الواحد يتكلم عن الأخلاق والأصول والدين واللي يصح واللي ما يصحش، بقت عاملة زي الاغتيال المعنوي للأخلاق. الغريب إنها بقت بتتقال تريقة كأن الكلام عن الاحترام أو الأخلاق أو الدين بقى منظرة. المشكلة دلوقتي عند كل واحد بيحاول يشاور على الغلط ويقول إنه غلط، إنه هيتهاجم، بل إنه هيتخاض في عرضه ويتسب ويتشتم ويتلاقي لسلسفيل جدوده. الباشمهندس عامر العمايرة مثال واضح حي حالًا. عامر العمايرة قال تفسير للائحة وقانون وحكم قضائي، اطلع كلمه بالحجة والمنطق، مش تقعد تشتمه وتخوض في عرضه وتقول عليه لجنة وتقول عليه هابد الهبايدة وكل الكلام الفارغ اللي بيتقال. والكل دلوقتي بعد ما تم إثبات إن كلام عامر العمايرة مظبوط كله استخبى، محدش اعتذر، محدش قال إحنا اللي غلطانين ولا أي حاجة. كل اللي حصل إنهم شتموا الراجل وقالوا أدبهم عليه وخاضوا في عرضه وبعد كده صمت القبور. أنا ما عنديش مشكلة إنك تختلف مع عامر العمايرة ولا تثبت حتى إنه غلطان، أنا عندي مشكلة في إنك تشتمه وتخوض في عرضه، وعلى فكرة بقى بيتعامل مع كل الناس وعلى كل المستويات وفي كورة وبره الكورة. يعني ببساطة مجتمعنا بقى مجتمع قليل الأدب. الحدوتة بتبدأ مع إن واحد يتجرأ ويقول خبر ما عجبش سعادتك أو ضد فريقك أو مش بيصب في مصلحتك، فبيبدأ من هنا النقاش الغير طبيعي، سب وخوض في عرض وشتيمة. طب فين النقاش المنطقي؟ ما بقاش موجود. بدل ما بقينا نرد بالمنطق والدليل بقينا بنشتم. انا مشكلتي بقت في مجتمع شايف ان النقاش المنطقي ورفض قلة الادب شيء غير عادي. شعار الشنطة فيها كتاب دين اللي بيتقال لكل الناس اللي انت مختلف معاهم لمجرد انهم بيقولوا لك عيب ما يصحش، بقى هو شعار المرحلة. وده شيء مش المفروض إنه يكون في مجتمعنا. المشكلة مش في اللائحة ولا في القانون ولا في نقل الخبر، المشكلة إن أنت بتفقد المنطق وما بتقولش للراجل ده أنت غلطان في 1، 2، 3 وتفند أخطائه، أنت بتشتمه بس. أمّا النقاش المحترم واحترام الآخر يكون مش موجود في مجتمع، فاتأكد إن المجتمع ده فقد أخلاقه واحترامه ودينه. الشنطة فيها كتاب دين وطول عمرها فيها كتاب دين.